اهلا بك يا هندسه في الفيديو الثالث من سلسله مشوار مبرمج. هنتكلم النهارده عن محطه اساسيات البرمجه. اغلب الناس اللي بتبدا تتعلم برمجه بيضيعوا اول سنه في الفاضي، بيبداوا بلغه معينه وبعد كده بيسيبوها او يدخل كورس معين وما يكملوش، او حتى يتحمس لما يشوف حد بيبيع بالدولار وبعدين يكسل. الحقيقه ان البرمجه مش مستحيله، هي بس محتاجه ترتيب صح. في الفيديو ده هقول لك خريطه تعلم البرمجه من الصفر، وايه هي الاساسيات اللي لازم تبدا بيها، وازاي تبدا حتى لو مش معاك لابتوب. فاعمل لايك وصلي على النبي ويلا بينا. بص يا صديقي، احنا هنقسم موضوعنا لمرحلتين. المرحلة الأولى التفكير المنطقي، والمرحلة التانية التأسيس. لازم تبدأ بيهم لو عاوز تبدأ صح ويكون عندك أساس قوي. بالنسبة لأول مرحلة معانا هي التفكير المنطقي، ودي أهم من لغة البرمجة نفسها. يعني ايه؟ يعني مثلا لما تقابلك مشكله تعرف ازاي انك تقسمها لخطوات بسيطه، وكمان تخلي الكمبيوتر ينفذها. مثلا لو عايزين برنامج يجمع رقمين، هتطلب من المستخدم يدخل الرقم الاول وبعدين تطلب منه الرقم الثاني، فالكمبيوتر يجمعهم ويطبع الناتج. زمانك تهت مني، خليني اوضح لك بمثال تاني عشان تفهم اكتر. لو قلت لك 2 زائد 2 زائد 2 بيساوي كام هتقول لي 6. طب لو قلت لك دلوقتي زود لي عليهم اتنين، انت عندك دلوقتي طريقتين لحل المساله دي او خوارزميتين. الخوارزمية الأولى إنك تجيب الناتج وتزود عليه 2، هيطلع لك كام؟ هيطلع 8. الخوارزمية التانية هو إنك تعيد الحسبة ديت من أول وجديد، هتعمل مثلا 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2 بيساوي 8. لو انت واخد بالك الاتنين وصلوك لنفس النتيجة اللي هي 8، بس الأولى أسرع وكانت أفضل. وهي دي ببساطة الخوارزميات، هو إنك بتوصل لحل بأحسن طريقة وأسرع طريقة. التسلسل ده بنسميه الجوريزم الخوارزميات، ودي أساس بناء أي برنامج. المرحلة التانية معانا هي التأسيس. بعد ما فهمت إيه هو التفكير المنطقي والخوارزميات، أنصحك دلوقتي تبدأ بكورس سي اس 50 على اليوتيوب، وده هيفهمك الدنيا ويغير نظرتك لعلوم الحاسب. وبعد كده ندخل على مواد الأساسيات، وديت اللي بتفرق ما بين اللي بيدخل يتعلم التراك على طول وبين المبرمج الشاطر اللي بيبدأ بالأساسيات الأول. المواد ديت هي الداتا ستراكشر والالجوريزم والاو او بي والداتابيز وغيرها. المواد ديت هي مواد التأسيس الصحيح اللي هتسهل عليك مذاكرة أي تخصص أو تراك بعدين. وعاوز أقول لك تقريبا إن أي لغة برمجة تقريبا هتتعلمها هتلاقي فيها الخمس مفاهيم الأساسية دي: الفاريبلز والكونديشن واللوبس والفانكشن والاري. لو فهمت الخمسه دول انت حرفيا يعتبر فتحت باب عالم البرمجه. ونصيحتي ليك في مشوارك ما تقارنش نفسك بحد بقاله 5 سنين في المجال مثلا وانت لسه في البدايه. المشكله ان في ناس كتير عايزه تتعلم في اسبوعين وفي شهر وفي 3 شهور، وده مستحيل لان البرمجه محتاجه نفس طويل. كل يوم خطوه صغيره، بعد سنه هتكون شخص تاني. فانت طبق اول باول، واي معلومه صغيره تتعلمها اعمل بقى مشاريع صغيره، ودي اللي هيفرق بجد في مستواك. لو انت خايف دلوقتي افتكر ان اي مبرمج محترف دلوقتي كان في يوم من الايام ما يعرفش يعني ايه كود. فانت ابدا وتاسس صح واستمر وما تكسلش، ومع الوقت اوعدك انك هتتغير. بس كده، كان معاكم محمد لطيف من قناه برمجه بذكاء. لو حد عاوز يستفسر عن اي حاجه انا سايب السوشيال ميديا بتاعتي كلها في البايو بتاع القناه، ما يترددش ويدخل يسالني وانا معاك في اي وقت. ونشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي، وصلوا على النبي.